لكن النيه مبيته ان الدوري يروح بيراميدز. ايوه. ومين اللي هياخد الدوري؟ بيراميدز. ده بيراميدز اللي هياخد الدوري. ايوه بس انت كنت سبب فيها اهو. انت ركبت انا اسف الاريال وقمت نازل الملعب، يلا انا عايز الاهلي يخسر الدوري. بقول لك بيراميدز لو الحكام مشيت بما يرضي الله معاه هياخد الدوري. الورق بيراميدز اقرب نادي ينتهي بالدوري. هو اقوى نادي والزمالك في اخر سنتين ثلاثه. طبعا بيراميدز قادر على حصد الدوري، لان بيراميدز عنده اكتر قايمه متكامله ما بين الاهلي والزمالك. بيراميدز ممكن يفوز ببطوله الدوري. وزي ما قلت يعني انت لو الكلام مع النادي الاهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قده، وفي نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرفش تعيشه. يعني كان حلم، ما كانش حلم، كان ايه؟ كان كابوس. لو فاكر نفسك حاجه تعبان طلعت ولا ما زلت مالكش عازل. مش كل القديم أثر يا فالصو. اسود أبو هيبة هيبة. أكتر ناس ومش هتلاقي أكتر من كل شوية نصرف كل حتة. الدنيا دوم ما بتقعدش ومش بنهدى. القلب الجامد ده طبع في عيلتنا، واي حد جاي طالب قلبي روح عد النوم معنا وفانل. لو شكيتوا عايز نثبت لك اكتر، حتى لون الدم يا صاحبي احمر. وبقول لك ايه الاهلي تبختر وتثبت بطل بطولة الدوري المصري الممتاز، يكمل سلسلة الانتصارات بعداته بحاجاته بحلوياته بضربته الأكبر. شفتوا حاجة وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي. وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي. غالبا في اخر دقيقة الاهلي هيكسب دي الحقيقة. لو ما كسبش برضه احبه.